السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الأولى من حكايات في كرة القدم. السلسلة راح أبدأها بالكلاسيكو عام 2011، مش الكلاسيكو اللي صار فيه 5. شايفك عزيزي البرشلونة تحكي ال5 ونذكرهم بما مضى، وكمان شايفك يا مدريد اللي بتحكي شو بدي بهالسرعة جاي ينكد علي أحمد بهاليوم. ولكن حكاية اليوم لا عن ال5 ولا جاي أنكد عليك، الحكاية عن خيانة أحد لاعبي ريال مدريد لمورينيو في الكلاسيكو تبع الإياب اللي صار على أرض سانتياغو برنابيو. وزي ما بنعرف سبيشال 1 والفيلسوف بيب غوارديولا كان اللقاء بيناتهم عبارة عن ملحمة كروية ذهنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكان كل صغيرة وكل كبيرة كانت تفرق في المباراة. وطبعا أهم شيء تشكيلة اللاعبين والاعتماد على اللاعب في هذا المركز أو في ذلك المركز. عشان هيك كانت تشكيلة المباراة عبارة عن سر كوني لا بيعرفوا الKGB ولا CIA إلا قبل بداية المباراة بلحظات. وعشان نعرف كيف الخيانة صارت ومين هذا الخائن العميل اللي خان مورينيو من لاعبي ريال مدريد، بطلب منك بكل بساطة اعمل لايك سبسكرايب وشير، ويلا نفوت بالتفاصيل. بأحد مباريات الليغا عام 2011 لما كان ريال مدريد بيستنى برشلونة حتى يثأر من الذهاب لما فازوا عليهم 5 في الكامب نو، كان مدرب ريال مدريد في ذلك الوقت السبيشال 1 جوزيه مورينيو، وكان برشلونة مدربهم العراب الفيلسوف بيب غوارديولا. وقبل ساعات من بداية المباراة كشفت صحيفة ماركا عبر موقعها على الانترنت انه ريال مدريد والسبيشال 1 جوزيه مورينيو رح يعتمد على بيبي الوحش في خط الوسط جنبا الى جنب مع تشابي الونسو وسامي خضيرة، قبل ان تنشر التشكيلة الرسمية اللي كانت عبارة عن كاسياس في حراسة المرمى، راموس البيول كارفايو ومارسيلو في خط الدفاع، بيبي خضيرة وتشابي الونسو في خط الوسط، وفي الهجوم كريم بنزيما كريستيانو رونالدو ودي ماريا. يعني في ناس سربوا هاي التشكيلة صحيفة ماركا قبل الإعلان الرسمي عنها، ومستحيل يكون واحد من برات اللاعبين لأنه التشكيلة عبارة عن سر كوني ما حدا بيعرفه إلا قبل الإعلان الرسمي عنها. وزي ما بنعرف لما يكون سبيشال 1 بيب غوارديولا هم المدربين لريال مدريد وبرشلونة، فأي صغيرة وكبيرة في التشكيل والأسماء اللي سوف يعتمد عليه خلال هذه المباراة بتفرق جدا جدا جدا. وبعد ما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 قامت الدنيا وما قعدت، وولعت مع مورينيو وراح استنى اللاعبين في غرفة تغيير الملابس، ونزل باللاعبين على مسبات، اشي فهموه وإشي ما فهموه، بهادل ومسح بكرامتهم الأرض، حتى صار يتنهد بصوت عالي وقال لهم بالحرف الواحد: أنتم خونة، طلبت منكم عدم الحديث لأي شخص عن تشكيلة الفريق، ولكنكم قمتم بخيانتي، وهذا يدل أنكم لستم بجانبي، أنتم أولاد. انجن مورينيو وولعت معه، وكان متأكد انه في خائن داخل صفوف الفريق، لدرجة انه فقد عقله، لدرجة انه طلب من العاملين في النادي انهم يدوروا على اي وسائل اتصال او ميكروفونات تكون مخبية بالفندق اللي كان ساكن فيه اللاعبين قبل الكلاسيكو، ولكن كل هاي المحاولات باءت بالفشل. وكان عنده إحساس إنه في واحد من اللاعبين عم ينقل كل الأخبار للصحيفة الإسبانية، بس كيف الطريقة مش عارف، مين هذا اللاعب مش عارف. بعدك مركز معي؟ أكيد حاسس إنه هيك طلعت روحك وارتفع ضغطك وبدك تعرف مين هذا الخائن العميل اللي جنن مورينيو. وهي ما كانت أول مرة بتتسرب تشكيلة الفريق للصحافة، عشان هيك مورينيو قرر يعمل دراسة شاملة عن سجلات هواتف اللاعبين. تخيلوا بده يخترق خصوصية كل لاعب عشان يعرف شو القصة ومين هذا الخائن. الله أكبر، لهالدرجة مش ناقص غير يعمل لهم حظر تجوال زي أيام كورونا. ولليوم ما حدا قادر يعرف بشكل رسمي مين هذا الخائن اللي كان بيسرب التشكيلة قبل المباراة. بس مورينيو كان عنده شك من طرف إيكار كاسياس
قائد الفريق، وكان هذا السبب الأول عشان يحط إيكار كاسياس على دكة الاحتياط ويلعب دييغو لوبيز محله. ويمكن مورينيو اكتشف بطريقة غير مباشرة انه كاسياس، خصوصا انه صاحبته كانت سارة اشطر بنات الحارة، الصحفي اللي باسها امام الكاميرات لما عملت معه مقابلة بعد نهائي 2010 اللي فازت فيه اسبانيا. وعلى رأي عادل امام في واحد من افلامه القديمة، ماشي بس صحيح في نسوان في النص، صدقني رابريون بلبلط قال فتش عن الولية. وفي النهاية ما انه وصلك هذا الفيديو انبسطت وغيرت جو، اعمل لنا لايك واشتراك في القناة واعمل شير لهذه الحلقة عشان يشوفها كل الناس، واكتب لي في التعليقات اذا في اي قصص انت بتحبني اتكلم عنها. وفي النهاية كان معكم انا احمد فهمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.